عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كويسين وبخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. وحشتوني جدا 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 بجد والله، وحشتوني قوي قوي. وبعتذر لكم برضك على تأخيري، والله غصب عني، سامحوني على التأخير. النهاردة احنا هنعمل مع بعض اكتر من 20 فكرة للحلقان. اتمنى ان الافكار النهاردة بتاعتي يعني تعجبكم. او انتوا لسه اول مرة تشوفونا او لسه جداد عندنا في القناة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ياريت فضلا وليس امرا لايك للفيديو. في البداية هنسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنجيب الفكرة الأولى عندنا، هي عبارة عن حلق معمول بالسوستة عادي بتاعتنا. دي السوستة بتاعتنا اللي احنا عارفينها. قصاها وقفلاها من هنا اهو زرادية اهي كده، عاملاها زي كأني بتني مسمار. ورحت مدخلة خرز التفسيرة بالترتيب بتاعنا ده كده. وبعد كده رحت جايبة سلسلة طولها 8 سنتي، وواحدة 7 سنتي والتانية 5 سنتي. ورحت مدخلة الأولى اللي هي ال8 سنتي كده، دخلتها في السوستة على طول بعد الخرز. تمام، وسيبتها كده. بعد كده حطيت 3 خرزات تفسيرة، وبعد كده رحت واخدة اللي طولها 7 سنتي دخلتها. بعد كده خدت 2 خرز تفسيرة، وبعد كده رحت مدخلة السلسلة مقاس 5 سنتي. ورحت حاطة كده زي ما انتوا شايفين 2 خرز تفسيرة اسود و2 اصفر. وبعد كده رحت حاطة السلسلة اللي هي ال5 سنتي من الناحية التانية، دخلتها من السوستة كده من الناحية دي اهي، دخلتها كده. وبعد كده عملت خرزتين تفسيرة، ورحت مدخلة السلسلة ال7 سنتي كده. وبعد كده رحت واخدة 3 خرز تفسيرة، ورحت مدخلة اللي 8 سنتي. بقى منظر السلسلة عندي تحت كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا المنظر بقى بتاعنا بقى كده زي ما انتوا شايفينه، عامل المنظر ده كده اهو. بصوا شكلهم حلو قوي من تحت بالمنظر ده كده. وبعد كده رحت مكملة الحلق بتاعي كده عادي، وجمعت الناحية دي والناحية دي في السوستة. رحت بعد كده قفلت السوستة من الناحية دي برضك كده كأني بتني مسمار عادي. ورحت ماسكة الناحية دي والناحية دي بزردة مقاس 6 وقفلتها. ورحت معلقة الهوك بزردة تانية اهو، مزردة قفلاها بزردة ومعلقة بزردة كده. بقى ده المنظر بتاعنا النهائي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي اهو. تمام كده. ده الفكرة الأولى بتاعتنا، شكلها بجد فعلا تحفة، وفي اللبس هيبقى روعة. الأفكار بقى دي لمحبي الموديلات اللي هي الكبيرة، معمولة بالسوستة اللي هي المقاس الصغير بتاع الأطفال. بردك الفكرة اللي بعديها بردك عاملاها بالسوستة بنفس الطريقة، قفلاها بردك من الناحية دي كده كأني قافلة مسمار. وبعد كده رحت مدخلة خرز تفسير اللون اللي هو الأحمر الجنجاه كده. وبعد كده رحت قصة سلسلة طولها حوالي 2 سنتي كده. تمام، ورحت مدخلاها في النص من هنا كده، يعني قبل النص بشوية. وبعد كده رحت حاطة خرزة واحدة تاني 2 سنتي. وبعد كده حطيت خرزة تفسيرة وحطيت سلسلة 2 سنتي ونص. وبعد كده رحت حاطة خرزة تاني وحطيت واحدة 2 خرزة تاني وحطيت واحدة 2. بقى نازلين بالمنظر ده كده. بقت السلسلة اللي هي في النص طولها 2 سنتي ونص، اطول في النص بينهم كده اهي، واضحة كده ليكم. تمام اهو. وجيت من الناحية التانية بردك حطيت بقية خرز التفسيرة، ورحت قفلاها بنفس الطريقة اللي قفلت بيه الحلقة الاولاني. بقت نازلة الشراشيب دي كده، السلاسل زي شراشيب كده من تحت. طبعا انتي لو عايزة تزودي سلاسل زودي بردك، بتدي منظر جميل جدا السلاسل من تحت كده. وفكرة الحلق جميلة وشيك ومش مكلفة خالص يعني. هو فكرة السوستة معايا حلوة قوي لانها مش بتكلفني. الفكرة بقى اللي بعديها وهي عبارة عن حلق عادي من المعدن بتاعنا كده، ورحنا معلقين فيه خرز، ده لون النبيتي على فكرة، علقناه بمسمار مفتوح مباشر على طول في العلقة المعدن بتاعت الحلق. وبعد كده جبت نجمة اللي هو شكل النجمة الصغير ده وعلقته بزردة في الخرزة. علقت 3 نجمات في ال3 خرزات اهي بالمنظر ده بتاعنا عادي. ومن فوق حطيت زردة عادي مقاس 6 وعلقت الهوك بتاعي كده. دي الفكرة التانية بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين. شكل الحلقة بجد جميل جدا وشيك قوي.
الشكل ده بتاع الحلق حلو قوي لانه خفيف مش وازن معايا، يعني هو حلو قوي. اللي بعديها برضك هي تقريبا نفسها بالظبط، بس بدل ما احط نجمة انا حطيت الريش. قلت اوريكم برضك شكله بالريش اهو. شكل الريش بجد من تحت تحفة تحفة، بس بجد روعة. شكل الريش بجد حلو قوي. وده خرز مرمر عادي مقاس 6 اللون النبيتي. الفكرة اللي وراها وهي عبارة عن جبت الريشة ديت وجبت الخرز المرمر مقاس 6 اللون اللي هو اللبني دوت او التركواز، وعلقته فيه كده بالمسمار المفتوح في العلية على طول اللي قدامنا الريشة دي. وبعد كده رحت شابكة الخرزة دي في خرزة تاني وعلقتها كده بالزردة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين هي فكرتها سهلة جدا، وحلق بسيط وشيك ومش مكلف خالص اهو. ده فكرة تاني بردك. الافكار طبعا والالوانات دي عشان الصيف 24 طبعا محتاجين الالوان الحلوة دي. الفكرة اللي وراها بنفس الطريقة بس عملتها بالخرز الكريستال المط من اللون الازرق مقاس 8. الشكل بتاعنا باللون الازرق كده زي ما انتوا شايفين حلو قوي. وعلقنا فوق الهوك بتاعنا عادي بزرد مقاس 6 مفهوش اي حاجة اهو. علقناه خالص عادي كده بمنتهى البساطة. على فكرة شغل الحلقان بيبقى حلو قوي وفي نفس الوقت مش يعني انت تقدري تعملي افكار في الدستة مكلفة وافكار مش مكلفة وده هيشيل ده. الفكرة اللي بعديها وهي شكل الشجرة الجميلة دي انا عجبتني قوي وقلت اعملها دي حلق. انا كنت جايباها في مشترياتي الاخيرة تقريبا. حلوة قوي، هي فيها فتحة من فوق وفتحة من تحت بصوا كده. وتحت علقت فيها خرزة كريستال عادية بمسمار مقفول اهي كده. مسمار مقفول زي ما انتوا شايفين اهو كده واضح اوي المسمار اهو. اللون الاسود مقاس 8 بصوا. وفوق علقت الهوك عادي بزردة مقاس 6 بصوا. مش شكلها حلو قوي وشكل الشجرة دي تحفة. نيجي بردك عاملة بردك من الشجرة دي بالخرز المرمر اللون الاخضر الزرع حلو قوي بصوا. اللون الاخضر المرمر مقاس 8 حلو قوي شكلها جميل قوي في الشجرة. هي اصلا شكل الشجرة بجد روعة وفي اللبس تحفة. دي الفكرة اللي وراها. اللي بعدها وهي عبارة عن الكف دوت عادي علقته عادي بزردة مقاس 6 بس جيت من تحت في 3 فتحات كده فيه. رحت معلقة خرزتين تفسيرة في زردة مقاس 8 وعلقتها في الفتحة. في الفتحة برضك الناحية التانية عملت زيها والناحية التالتة عملت زيها كده. شغل بسيط جدا بس ده شكل جميل في الكف بتاعنا اهو. شكل حلو قوي في الكف بتاعنا ادى منظر بجد تحفة. يعني تحسوه ادى الوان. بصوا بقى خرز التفسيرة والالوانات بتاعته جميلة ومع الصيف جميلة ازاي كده حلوة قوي. نيجي بقى للفكرة اللي بعديها وهي برضك دي زي الفكرة الاولى معمولة بخرز تفسيرة الالوان اللي هي زي الفكرة اللي هو اللون الاحمر بس بدي بخرز تفسيرة الوان نفس الاحمر بالظبط اللي احنا عملناه في اول الفيديو. بصوا شكله حلو قوي والالوانات انا قلت اوريكم عشان اوريكم الالوانات. بص بقى انت لو كترتي سلاسل كمان اكتر من الخمسة اللي انا حطاها بص هيبقى شكلها تحفة ازاي من تحت بجد هتبقى روعة. والخرز الالوان التفسيرة بجد حاجة فعلا وهم. نيجي بقى للفكرة اللي وراها وهي عبارة عن العليقة بتاعت السلاسل العادية بتاعتي دي كده. ورحت جايبة مسمار وحطيت فيه 3 خرزات تفسيرة. ده مسمار مفتوح حطيت فيه 3 خرزات تفسيرة وعلقته مباشر على طول في الفتحة الاولانية. وعلقت كده 5 بمسمار مقفول بمسمار مفتوح كده علقتهم على طول في الفتحات بتاعت العليقة. وجيت من تحت رحت حاطه بقى مسمار مقفول كده اهو. مسمار مقفول زي ما انتوا شايفين واضح من تحت اهو كده. ده مسمار مقفول علقت بردك حطيت 3 خرزات تفسيرة وعلقته مباشر على طول من غير زرد ولا حاجة في المسمار المفتوح اللي فوق. بقى ده شكلها بجد شكله تحفة تحفة. وحطيت في كل الفتحات ما سبتش فتحة عشان انا حسيت ان هو يدي كده شكل اجمل
وزي ما قلت لكم مش مكلف خالص، يعني فكرة الحلقة دي مش مكلفة خالص، وبجد شكلها وهم. بصوا مش مكلفة خالص وشكلها تحفة حلوة قوي. دي الفردة التانية، وعلقتهم على طول بالزردة مقاس 6 في الهوك بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. دي الفكرة اللي بعديها. نيجي بقى للفكرة اللي وراها، وهي عبارة عن حلق دوت. ده حلق عادي من المعدن بتاعنا عادي مفهوش اي حاجة. علقت فيه خرز تفسيرة كده، حطيت خرز تفسيرة 3 خرزات في زردة مقاس 8 وعلقتها في الحلقة على طول في الفتحات بتاعة العلية. في كل فتحة حطيت زردة، وكل زردة مقاس 8 حطيت فيها 3 خرزات تفسيرة كده اهو زي ما انتوا شايفين بجد. وعلقتهم من فوق كده بزردة مقاس 6، ورحت معلقاها في الهوك بتاعي. الهوك بتاعي عادي زي الهوكات التانية بس مفهوش الحتة ديت اهو. احيانا انت بتجيبي هوكات بيبقى مفيهاش اللي هي الخرزة دي والسوستة دي، تمام عادي شغال. ما بنرميش الهوكات دي وتعمل لنا خسارة، لا بنعملها في اشكال حلقان برضك، وبيبقى شكلها كده زي ما انتوا شايفين. محدش هيركز على الهوك قوي قد ما هيركز على الشكل الجمال بتاع الحلق. بصوا بجد وهم وشكله تحفة تحفة، والعليقة بتاعته بجد شكلها حلو قوي وشيك. ده الفكرة اللي وراها. الفكرة اللي بعديها وهي عبارة عن الشكل اللي هو واخد الشكل الدريم كاتشر دوت اهو شكل المعدن، وعلقت على طول ب3 زرادات مقاس 6 شكل الكوينز بتاعنا، بس مش الصغنن خالص، الحجم اللي فيه على طول. وعلقته عادي في الهوك بزردة مقاس 6. ده بسيط جدا جدا ومفهوش اي حاجة كده زي ما انتوا شايفين شكله حلو قوي. الفكرة اللي وراها وهي عبارة عن شفتوا شكل الشجرة ديت، ورحت معلقة فيها خرزة مط كده اللي كريستال مقاس 6 مسمار مفتوح، دخلت فيه خرزة مط كريستال مقاس 6 وعلقته تاني في مسمار فيه نفس الخرزة اللون اللبني كده، ومن تحت علقته شبكته مباشر في الشكل الشجرة دوت وبقى بالمنظر ده. وبعد كده حطيته في زرطة وعلقته في الهوك بتاعنا. بقى ده شكل الحلقة بتاعنا. حبيت اعمل لكم اكتر من فكرة للحلقان برضك تفيدكم، يعني الشكل اللي يعجبكم او الموديل اللي يعجبكم تقدروا تنفذوه. ده برضك لحبايبي اللي بيبقوا عايزين يعملوا موديلات كتير او بيطلعوا دستة من الشغل، بيبقى واقفين قدامهم موديلات كتير برضك مش عارفين يعملوها. برضك الشكل بتاعنا دوت اللي احنا عارفينه اللي هو بيبقى مكتوب فيه كده فالله خير حافظ او كده، بيبقى مكتوب فيه حاجات كتير سعادة شوق كده، ورحت معلقة فيه في مسمار مفتوح. ده الخرز اللي هو الحجر الجيري اللون اللي هو الموف بتاعنا الحلو ده كده، ورحت شبكاه بزرد مقاس 6. طبعا علقته مباشر على طول في الفتحة بتاع العليقة المعدن بتاعتنا اهو مفيش زرد ولا حاجة. بعد كده علقته في الهوك بزرد مقاس 6 كده شكله حلو قوي. في حبايبي او في ناس كتير بتحب تعمله بتعلقه مباشر في الهوك، لا انا قلت اعمل تغيير واحطه في خرزة. الخرز الحجر الجيري شكله وهم وشكله تحفة بجد في الشغل بتاعنا. هوريكم شكل تاني برضك عاملاه بالحجر الجيري وهو الشكل بتاعنا دوت كده ابو فتحتين، فتحة من ناحيتي اللي شبه الكوينز، رحت معلقاه من ناحيتي في زردة كده وعلقته في الهوك، ومن تحت رحت عاملة حجر جيري الخرزة اللي هي الحجر الجيري بمسمار مفتوح كده، وبعد كده حطيتها شبكتها في خرزة تاني بمسمار مقفول كده وبقت بالمنظر بتاعنا ده كده. ده شكل تاني للحلق برضك بالحجر الجيري. بصوا شكل الحجر الجيري تحفة بجد في الشغل اهو. هوريكم برضك الشكل اللي بعديه. ده شكل عادي مفهوش اي حاجة، عملته علقت فيه خرزة فيروز. ده الخرز الفيروز بتاعنا بقى اللي احنا متعودين عليه مقاس 8، علقته بمسمار مقفول كده على طول في ال5 فتحات بتاعتنا اهو. انا بحب على فكرة بعشق الشكل ده قوي، بحسه شكله حلو قوي وفي نفس الوقت مش عارفة يعني بيعجبني قوي في الشغل، بحس ان الشغل بيظهر فيه جميل قوي. وعلقته على طول بزردة مقاس 6 في الهوك بتاعنا. برضك الفكرة اللي وراها وهي عملتها باللعبة بتاعتنا اللي هي الشكل دوت، بس معلقتش بقى فيها خرز، علقت زرد وعلقت شكل النجم على طول كده فيها بزرد مقاس 6 اهو.
في انا وريتكم حاجة مقرباله في الاول بس عاملاها بالخرز كده، بعد كده حاطه الشكل. لا ده عملته بمعدن بس، ده عملته على طول بمعدن بس كده زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. وده معمول بشكل النجمة، وفي واحد تاني عاملاه بشكل الكوينز بتاعنا اهو، نفس الحلق، ده بشكل النجمة وده بشكل الكوينز اهو. قلت اوريكم بردك الشكلين منه، لو حبيتوا تحطوا الكوينز هيبقى شكله كده، ولو حبيتوا تحطوا نجوم، لو حبيتي تحطي ريش بردك هيبقى شكله تحفة بردك. الموديل ده حلو قوي وخفيف، المعدن بتاعه خفيف ما بيوزنش معاكي، فحلو قوي. الفكرة اللي وراها وهو نفس شكل المروحة بتاعتنا دي، بس انا بقى ده معلقتش كله خرز، لا انا ده رحت معلقة الريش بتاعنا كده بزرد مقاس 6 فتحة. جيت الفتحة اللي وراها رحت معلقة خرزة مرمر كده بمسمار مقفول، ده مرمر مقاس 6. بعد كده رحت حاطه ريشه تاني بزردة، وبعد كده رحت بصوا الخرزه علقتها بالمسمار مباشر على طول في العليقه بتاعتي، يعني مش حاطه زرد فيها ولا حاجه اهو، علقاها على طول مباشر فيها. لكن الريشه حطاها بزردة. ليه انا متعمده ان اعملها عشان تبقى بالمنظر بتاعي ده كده، عشان تبقى انا حاسه ان الريش اطول شويه منها. بصوا شكلها حلو قوي بجد، شكلها تحفه تحفه في اللبس. يعني ده بردك قلت يعني ده مش ده بخرز تاني ومع معدن، ده خرز مع معدن كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. دي عاملاها زي الريشة اللي انا وريتها لكم بس بالحجر الجيري. انا كنت ورياكوا اختها بردك في الاول بس عاملاها بخرز كريستال و2، لا انا دي عاملاها بخرزة واحدة. بصوا يعني دي ب2 كريستال، دي بواحدة بس حجر جيري مقاس 8. تمام. بصوا وعلقتها مباشر في اللعبة، وبعد كده علقتها بزردة مقاس 6 في الهوك. ده شكل وده شكل. خلاص. وهي عبارة عن الشكل الجميل دوت، وده بقى الصراحة يعني الشكل ده عجبني جدا جدا، ستايله حلو قوي بجد، يعني فكرته حلوة. وهو برضك عاملاه بفكرة السوستة بتاعتي والخرز اللولي مقاس 6 والكافيار. قفلت السوستة عادي كده زي ما انتوا شايفينها بالمسمار، وبعد كده رحت حاطه خرزة لولي. قصيت الكافيار بتاعتي الاول قطعة صغيرة شوية، وبعد كده حطيت خرزة لولي مقاس 6، وبعد كده قصيت بقى ايه كافيار اطول سنة صغيرة من اللي في الاول. يعني انا هتلاقوا اللي هنا في الحرف الناحية دي وفي الحرف الناحية دي اصغر من التلاتة دول، معرفش واضحة ليكوا ولا لأ. ورصيتهم بالرصة اللي انتوا شايفينها بتاعت كافيار، واللون الفوشيا وهم بجد في الكافيار، وخرز لولي مقاس 6. وبعد كده روحت قافله السوسته بتاعتي عادي من الناحيه دي بردك، وعلقتهم في زرد مقاس 6 وقفلت الزردة، وبعد كده علقتهم في زردة تاني في الهوك. شكله وهم بجد، واللون الكافيار الفوشيا يعني بجد خرافه. الفكره دي معاكي موفره حلوه قوي. ليه؟ لان فكره السوسته انت ب10 جنيه هتروحي تجيبي قطعه سوسته ب15 جنيه مثلا، يعني ب15. انا كنت بجيب ب10، ما جبتهاش بقالي فتره، عايزه اقول لكم 10 انا لسه شغاله بيها لاني ما بعملش بيها شغل كتير قوي. انت لو رحتي جبتي ب15 جنيه هتعملي برضك بيه كميه شغل كتير قوي، هيوفر معاكي بدل ما تروحي تجيبي الحلقان اللي هي بتتقفل التانية دي. الفكره دي هتبقى موفره ليكي. عايزه تعمليها كلها كافيار، عايزه يعني بصي وتقفلي على الحرف هنا مثلا بخرزه وهنا خرزه براحتك اللي انت عايزاه، عايزه تحطيها كلها كافيار براحتك. بس وانا عاجبني الشكل ده، الستايل ده حلو قوي وجديد. بصوا بردك عاملاها الشكل اخوه ده بردك شكل تاني بس باللون اللي هو الموف، الكافيار الموف بتاعنا بجد وهم بردك اهو. وعلقته عادي زي ما وريتكم كده، قفلت السوسته من الناحيه دي والناحيه دي بزرد مقاس 6، ورحت معلقاه عادي في الهوك بالزرد مقاس 6 بردك اهو، واضحه قدامكم كده زردة وزردة اهي. بجد شكله وهم، اللون الفوشيا واللون الموف بجد يعني حاجه وهم. يعني اتمنى ان افكاري النهارده تكون عجبتكم، وبجد بكده الفيديو بتاعي يكون انتهى، مع اني والله انا حاسه انه انتهى بسرعه. انتوا ممكن تكونوا زهقت مني بس انا والله ما زهقتش منكم، انا بحبكم قوي وببقى نفسي اعمل لكم فيديوهات كتير كتير، بس والله غصب عني. يعني انا مريت بظروف كتير، الحمد لله اللهم لك الف حمد والشكر.
هي اللي بتعطلني عن التصوير، سامحوني بجد سامحوني. ودلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.